أبطال الصف الرابع الابتدائي، ويلكم باك. معاكم مستر رشا جلال، والنهارده إن شاء الله هنحل مع بعض نماذج الاسترشادية للغة الإنجليزية لعام 2022 و2023 للعام الحالي اللي نزلتها الوزارة بالمواصفات الجديدة. بس قبل ما نبدأ يا ريت اللي لسه ما اشتركش معانا بالقناة ينزل بسرعة يفعل زر الجرس ويشترك معانا عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير. طبعا كان نزل بعض التحديثات في نظام الامتحان للعام الحالي، والوزارة مؤخرا نزلت نموذجين 2. دي نماذج استرشادية عشان تقول لنا مواصفات الامتحان الجديد. زي ما انتم شايفين طبعا الامتحان هيبقى عبارة عن 7 أسئلة. أول سؤال فيه بيقول لي listen and write T true or if false. هنكتب T لو الجملة صح هنا في الخانة بتاعت true، و if لو جملة خطأ في الخانة false. وده listen يعني هتسمع، يعني في نص هيدخل المستر أو المس يقوله لك، هو هيقوله وانت هتسمعه، وبعد ما تسمعه هتلقي طبعا هتبدأ تحل الأسئلة اللي موجودة عندك. فياريت قبل ما المستر أو المس يقرأ عليك النص أو يسمعه لك، انت بص على الأسئلة بسرعة كده علشان اما تسمع تبقى عارف انت هتسمع او المعلومة بالظبط اللي انت مستنيها او مستني تسمعها. تمام؟ يعني احنا هنبص هنا على الأسئلة بسرعة كده نقراها، نشوف الأسئلة المطلوبة مني، وبعد كده انا هقول لك نص الاستماع. يعني هنا بيقول لي مثلا نمبر 1 the children make dad a cake. الأطفال عملوا لداد كيكة. Mom's birthday is tomorrow. عيد ميلاد ماما غدا. 5 children make the cake. في 5 أطفال عملوا الكيكة. The cake is delicious. وطبعا مطلوب مني أقول كل جملة من دول صح أو خطأ. نسمع مع بعض نص الاستماع علشان طبعا نشوف الجمل دي هنجاوبها ازاي. فبيقول لي هنا اسمع معايا بقى كويس وابتدي انت لوحدك جاوب الأسئلة دي، وبعد كده أنا هجيبها معاك وأقول لك صح ولا غلط. I am Ali. My mom's birthday is tomorrow. My sister, my brother, and I want to make her a cake. We add flour, milk, sugar, and egg. It's delicious. We stir well and bake it for 20 minutes. تاني نسمعها تاني مع بعض كمان مرة. I am Ali. My mom's birthday is tomorrow. My sister, my brother, and I want to make her a cake. We add flour, milk, sugar, and egg. It's delicious. We stir well and bake for 20 minutes. تعالى كده بقى نسمع مع بعض نشوف الدنيا فيها ايه. أول حاجة بيقول لي the children make dad a cake. طبعا لو تفتكر في القطعة الأول أنت خلصت حل علشان أنا هحل أهو. طيب إحنا بنقول the children make dad a cake. الأطفال عملوا كيكة لداد؟ لا طبعا. إحنا سمعنا إن هما بيقولوا عيد ميلاد ماما وهم عايزين يعملوا make her a cake، عايزين يعملوا كيكة لها. يبقى هنا هتبقى if false. هنكتب هنا اهو حرف الاف في الخانة false. Mom's birthday is tomorrow. تمام، وقال my mom's birthday is tomorrow. يبقى هنا T true. 5 children make the cake. في 5 أطفال عملوا الكيكة؟ لا احنا سمعنا بيقول my sister, my brother and I. يبقوا 3. يبقى if false. طيب هنا the cake is delicious. تمام، هو قال it's delicious. يبقى T true. سهل السؤال يا ولاد؟ سهل جدا جدا جدا. تمام، نيجي لتاني سؤال. بيقول لي ايه؟ read and complete the text with the words in the box. read and complete the text with the words in the box. هنقرأ ونكمل التكست النص اللي هو جايبه لي ده من الكلمات الموجودة هنا. where, color, repainted, small. بيقول لي my house is old.
I want to make it beautiful. أنا عايز أخليه جميل. I planned it. I إيه بقى؟ repainted it. repaint it. The new was green and red. green and red. the new إيه؟ color. اللون الجديد كان green و red. My friend helped me. We very happy. We إيه؟ were. تمام؟ سهل جدا. نيجي السؤال اللي بعده. بيقول لي read and match A with B. اقرأ ووصل A مع B. A rose is taller. Egyptian farmers raise. The lion is there. The phoenix fox has fruit than a daisy. Big ears. Most dangerous animals chickens. A rose is taller. taller A than a daisy. يبقى دي number 1. هناخد الأرقام نكتبها قدام الجملة الجزء الثاني من الجملة. Egyptian farmers raise إيه؟ احنا كنا بنقول raise إيه؟ raise chickens. دي number 2. تمام كده؟ نوضح الأرقام. number 2. number 3. The lion is the most dangerous animal. number 4. The phoenix fox has إيه بقى؟ big ears. يعني في جملة عندي بتبقى زايدة في الجزء الثاني، في الجزء الثاني بيبقى زايد، فإحنا ناخد بالنا من هنا ونقرأ الأربع جمل هنا، الأربع أجزاء الأولانيين، ونقرأ برضو الخمس أجزاء التانيين كلهم، علشان أي توصيلة أو أي حاجة غلط هنا طبعا بتوصل الجملة اللي بعدها غلط، فما بيبقاش دايما عندك غلط واحد، في سؤال توصيل ممكن يكون عندك أكثر من خطأ. نيجي للسؤال اللي بعده. بيقول read the text and answer the questions. The elephant is a big animal. It has a long nose and big ears. Elephants need to live in very large areas because they eat and drink so much. They eat grass and leaves. They are mammals. They have 4 legs. We can see elephants in the zoo or watch them on TV. The elephant is bigger than the mouse. Dogs are thinner than elephants. Elephants have big, small, thin, tall. Elephants has big ears. Big ears هو هتلاقيه كاتب فوق اهو big ears اهي. ندور على كل الإجابات في القطعة. يبقى هنا هنقول big واختار الكلمة كده واكتبها هنا. Elephants live in sea, home, large areas, small areas. هتبقى طبعا large areas. وطبعا هو قال لي هنا ليه؟ قال لي علشان اهون they need to live in very large areas. بعديها بيقول لي answer the following questions. What does elephants eat? What does elephants eat؟ هات لي هنا كده في القطعة elephants eat. elephants eat فين؟ نطلعها اهو. They eat grass and leaves. يبقى هنكتب كده اهو الجملة اهي، ناخدها كده من النقطة للنقطة اهي، الجملة اهي لحد النقطة اهي، من دي لدي اهو. They eat grass and leaves. Which animal is bigger? The elephant or the dog? الجملة كانت بتقول لي ايه؟ The dog. الجملة كانت بتقول لي ايه؟ The elephant is bigger than the mouse. Dogs are thinner than elephants. يبقى عندي هنا أنهون الأكبر؟ طبعا the elephants. The elephant is bigger than the dog. نيجي بعد كده بيقول لي reorder the words to make correct sentences. reorder the words، هنرتب الجمل عشان نكون جمل صحيحة. number 1 our, chew, we, food, teeth, with. هتبقى ايه؟ we. احنا هنبتدي طبعا بالكلمة اللي أول حرف كابيتال. we
to food نمضي الطعام with our teeth. طبعا جملة بسيطة خالص واحنا حافظينها كتير. we chew food with our teeth. you make how flapjacks do. how هنبتدي ب how، يعني هو جاب لي الكلمة تحتها خط ماشي، طب جاب لي الكلمة مش تحتها خط، ببتدي بالكلمة اللي أول حرف منها كابيتال أو how do you make flapjacks. How do you make flapjacks? How do you make flapjacks? كيف تصنع فطائر الشوفان. A fox than a snake more dangerous is. عندي هنا a fox دي small، عندي a snake capital. ال A capital هقول a snake is more dangerous than a fox. A snake is more dangerous than a fox. Punctuate the following. رقم الآتي. وجايب لي جملة المفروض إن أنا هرقم. إحنا عارفين طبعا أول حرف الجملة كابيتال how do we breathe، أو أول حرف الجملة كابيتال H كابيتال. أهو how do مفيهاش حاجة، we مفيش حاجة، breathe مفيش حاجة. how do breathe سؤال ولا إجابة؟ طبعا ده سؤال يبقى question mark. وأعلم طبعا الحرف اللي أنا عملته كابيتال أشيل تحته خط بس عشان أوضح التغيير اللي أنا عملته. نيجي بقى دلوقتي لآخر سؤال بيقول لي write a paragraph of 18 words about Steve Eagle. هنكتب باراجراف من 18 كلمة عن ستيف إيجل using the following guiding elements. هو جايب لي كلمتين مساعدة. بالنسبة لوصف أي طائر أو أي حيوان أنا كنت نزلت فيديو مخصوص وعلمتكم إزاي نوصف أي حيوان باستخدام 4 أفعال. verb be اللي هو is أو are، و verb live يعيش، لازم نقول بيعيش فين حتة. verb eat بياكل إيه. verb has أو have خلاص اللي هو عنده أو لديه. طيب نيجي نشوف نطبق على ده. طبعا انا هسيب لكم الوصف اللينك بتاع الفيديو في الوصف تحت، في صندوق الوصف تحت الفيديو ده مباشره، وهسيبه لكم في شاشه النهايه. بيقول لي اتكلم على ستيف ايجل. فهقول هنا مثلا احنا عارفين ان ستيف ايجل طائر جميل جدا شكله حلو، فهقول هنا ده ستيف ايجل از بيوتفول، ادي اول فعل. هسيب طبعا جزء كده من السطر في اول جمله، هقول ده ستيف ايجل is beautiful. تاني فعل it's ايه؟ هو جميل. ايه كمان بالنسبة لستيف ايجل؟ قلنا تاني فعل live. it lives in open areas. it lives in very big open areas. بيعيش طبعا في المناطق المفتوحة. it eats other birds. it eats other birds. تمام. طيب انا فاكر الجمله بس it eats other birds، هو بياكل الطيور الاخرى. طيب لا انا فاكره معلومه تانية كان بيقول لي it eats other birds small mammals. ماشي مفيش مشكله، اللي انت فاكره من المعلومه اكتبه، ما تحاولش تغلط نفسك. احنا بنحاول بقدر الامكان نبقى very simple sentences، جمل بسيطه خالص علشان ما نضيعش الدرجات ويبقى فيه عندنا اخطاء، لا وخاصه يعني كل جمله عليها درجه. تمام. طيب نيجي بعد كده verb to have. هو ايه كمان؟ it has عنده ايه بقى؟ very long wings. عنده أجنحة طويلة قوي، لو فردها تبقى أكبر من الإنسان. في كمان معلومة احنا عارفينها، هو عامة أنا كده ده ستيف إيجلز بيوتفول، دي جملة it lives in big very big open areas، دي كمان جملة 2
it eats other birds 3 it has very long wings كده 4. كده أنا استخدمت كلمتين اللي هو مديهم لي واستخدمت 4 جمل، مفيش مشكلة خالص. طيب أنا عندي جملة بقى يعني عارفها وعايز أضيف، مفيش مشكلة، أنت كده تمام ومعاك ال4 درجات بتوعك. طيب لو أنت فاكر حاجة تانية عادي اكتبها، مفيش مشكلة خالص. تمام؟ يعني أنا مثلا فاكرين إن الفيميل بتبقى bigger and heavier than the male، مفيش مشكلة نكتبها. وبكده إن شاء الله نكون خلصنا أول نموذج، ونراجع مع بعض كده الأسئلة. عندي سؤال listening، عندي السؤال التاني طبعا قطعة وبنكملها، وبعد كده سؤال توصيل، وبعد كده قطعة وبنحل عليها نقطتين اختياري ونقطتين أسئلة من القطعة، وبعد كده عندي سؤال ترتيب وسؤال ترقيم وكمان سؤال الباراجراف. هنحل دلوقتي النموذج الاسترشادي التاني. موديل تيست نمبر 2. النموذج التاني الاسترشادي. أول سؤال احنا قلنا إيه؟ listen and write T true or F false. تمام؟ طيب عندي ناخد قطعة الليسننج نسمعها. احنا قلنا هنقرا الأسئلة الأول، هنشوف الأسئلة الأول قبل ما المستر أو المس يدخل يقرا علينا الفقرة بتاعت الليسننج علشان نبقى عارفين احنا هنسمع ايه. بيقول لي Ali lives in a city. وعندي طبعا his house is the biggest in the village. He lives with his family. Ali lives in a village next to the Nile. أنا ملاحظة هنا إن هو مش جايب لي صفة تي وصفة ترو اف فولس، هو جايب لي واحدة بس. احنا هنكتب في الخانة دي التي أو الاف. تمام؟ يعني لو الجملة صح هنكتب تي، طب لو الجملة خطأ هنكتب اف، مفيش مشكلة خالص. فهنا بيقول لي my name is Ali. I live in a village next to the Nile. I live in a house with my family. Our house is not the biggest in the village. There are tall trees behind my house. تاني. My name is Ali. I live in a village next to the Nile. I live in a house with my family. Our house is not the biggest in the village. Our house is not the biggest in the village. There are tall trees behind my house. نيجي للأسئلة. المفروض إنك أنت حليتهم، اتأكد بقى شوف اللي أنت حليته صح ولا غلط. Ali lives in a city. لا طبعا، هو كان بيقول I live in a village، يبقى نكتب هنا if false. طب his house is the biggest in the village. لا طبعا، هو قال our house is not the biggest، يبقى if false. He lives with his family. عايش مع العيلة بتاعته. أيوه T. Ali lived in a village next to the Nile. أيوه T. تمام؟ كده خلصنا السؤال، خلصنا أول سؤال، سهل خالص. Read and complete. Read and complete، اقرأ وأكمل. Cells eat carbon dioxide breathe. فهنا بيقول لي إيه؟ Oxygen is very important for our life. People need oxygen to الناس محتاجة الأكسجين عشان إيه؟ breathe، تتنفس. In big cities، في المدن الكبيرة the air is polluted because of factories and cars، بسبب العربيات والمصانع. There is a lot of A in the air. There is a lot of A carbon dioxide. Carbon dioxide. Plants help us clean the air. The plant need it to make food for the plant. The plant need A cells، محتاجة الخلايا علشان تصنع بيها الغذاء للنبات. نيجي للسؤال الثالث. read and match A with B. اقرأ ووصل A ب B. During the day we chew food with a mechanic, a pelican. Our teeth fix cars, eats vegetables, it's hot in the desert, eats small fish. During the day أثناء النهار it's hot in the desert، طبعا بيبقى الجو حر في الصحراء. we chew food with our teeth. we chew food with our teeth. a mechanic، الميكانيكي بيعمل ايه؟ fixes cars. a pelican،
pelican eats small fish. سهلة الامتحان ده. خلاص احنا خدنا بقى على مواصفات الامتحان. سؤال القطعة number 4. read the text and answer the questions. Hi, I am Zain. My grandparents live in a cave. The rooms of their house are in the rock inside. It's never too hot or too cold. My aunt moved to a new apartment. She is very happy because she has a big balcony. My friend and his family live in a houseboat. It's small, but he likes living on water. I love living in a house because it's big. I can play outside with my brother and sister. نقراها بالراحة خالص ونترجمها ونفهم معناها. أول حاجة بيقول لي number 1. The underlined word inside refers to a balcony ولا cave ولا house ولا school. نيجي للجملة. بيقول لي inside is never too hot or too cold. قبلها بقى inside هيبدأ الجملة. نيجي للجملة اللي قبلها. The rooms of their house are in the rock. اللي هي ايه بقى؟ الحجرات جوه الصخور. حجرات ايه؟ كيف. يبقى هنا عايدة على كيف. The main idea of the text is about your aunt, your house, different houses, kinds of food. احنا لقينا هنا grandparents بيتكلم عن grandparents اللي عايشين في كوخ وفي الكهف، وبيتكلم عن aunt عايشة في apartment، وبيتكلم على his friend و his family عايشين في houseboat، وبيتكلم على هو نفسه عايش في منزل. يبقى هنا different houses. طبعا الباراجراف المطلوب مني دلوقتي ان انا هكتبه على ثعلب الفيلم. هو طبعا زي ما احنا شايفين مديني سؤالين بجاوب عنهم، واحنا لسه قايلين اي حيوان هيجيلك فيه 4 افعال هتستخدمهم عشان توصف الحيوان ده. اول حاجه verb be، بعد كده live، بعد كده eat، بعد كده has او have طبعا. تمام. وممكن في فعل منهم ما نستخدموش، وممكن فعل تاني نستخدمه مرتين، مفيش مشاكل خالص، بس احنا بنحاول نسهل عليك انك انت تكتب جمل من دماغك. يعني هو كان الاول بيديني 4 5 كلمات مساعده، فما كنتش ببقى محتاجه ان انا اكون حافظه جمل او انا اعرف اكتب الباراجراف غيبا. لا دلوقتي هو يا دوبك بيديني نقطتين 2 او جملتين او سؤالين، يعني انا محتاجه يبقى عندي معلومات. فانا بيقول لي ايه؟ هقول انا كده the phoenix fox. احنا عارفين طبعا بيقول لي where does it live، طبعا بيعيش فين. هنقول the phoenix fox lives in the desert. The phoenix fox lives in the desert. ونسيب جزء زي ما قلت لكم كده في السطر الأول. نيجي للسطر اللي بعده. هنقول إيه؟ أدي أنا بقى المعلومات اللي أنا عارفاها. هنقول إيه؟ It's smaller than other foxes. هو طبعا أصغر في الحجم عن الثعالب الأخرى. It's smaller. It is smaller than other foxes. أصغر من الثعالب الأخرى. What does it look like؟ عنده إيه بقى؟ It has big ears. It has big ears. وعنده إيه كمان؟ It has thick fur to keep it warm. ممكن نكمل ونقول to keep it warm during the night. طيب انت عارف لحد it has thick fur عادي مفيش مشكلة خالص. احنا بنقول ايه؟ يعني عندنا معلومات اكتب، ما عندناش معلومات خلاص كويس ان احنا كتبنا 4 جمل او ال 18 كلمة اللي هو كان عايزهم او اللي هم مطلوبين مني. وبكده طبعا اكون جيت لنهاية الفيديو واكون حليت النموذجين 2 نماذج الوزارة اللي نزلت
نكون حليناهم، وبالتوفيق إن شاء الله لكل ولادنا. وطبعا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب دعما لينا إن شاء الله عشان نستمر. أشوفكم على خير بإذن الله في فيديوهات لاحقة.